بيبدأ الفيلم مع بنت بتقتل واحدة كانت بتحاول تقتلها، بس لما بنرجع بالأحداث بنعرف إن البنت دي اسمها مارجو اللي كان واخدها واحد اسمه تيلر معاه مع جروب الأسرية اللي بعتلهم الشيف دعاوي لمطعمه الموجود في جزيرة هيوثورن على أساس إن هما يجربوا الأكل بتاعه. ولما بيوصلوا للجزيرة وبتنده واحدة اسمها إلسا على أساميهم، بتتفاجئ مارجو إن تيلر كان حاجز لواحدة تانية معاه اللي انفصلت عنه عشان كده جابها هي. ده غير إن إلسا بتبصله بطريقة غريبة، ولما بيدخلوا المركب بيمشي من الجزيرة وبتاخدهم إلسا لفة في المكان وبتفرجهم عليه إلا بيت الشيف جوليان اللي بيكون ممنوع أي حد يدخله. ولما بتدخلهم المطعم بتنبههم ان الشيف مانع اي حد يصور اكله، عشان كده تيلر بيدخل تليفونه بسرعة لانه بيكون مهووس بالاكل. علشان كده لما بتقدم لهم طبق فتح الشهية بيخالف ده وبيطلع تليفونه وبيصوره. ولما بيجي الشيف بتقوله إلسا حاجة بتخليه يبص لتيلر بطريقة مخيفة. وغير ده الشيف بيكون غريب لانه مع كل طبق بيقدمه لهم بيسقف بطريقة غريبة عشان يشد انتباههم وبيديلهم رسالة بطريقة غير مباشرة، زي طبقه الاول الاسكالوب اللي لما بيقدم لهم بيقول تيلر ان هو رغم ان هو سكالوب عادي الا ان هو طعمه حلو. عشان كده بيوضح لهم الشيف وبيقول لهم ان الطبيعة ليها جزء كبير في الاكل اللي بيقدمه وان هم مجرد جزء طفيف من الطبيعة. ولما بيقدم لهم الطبق التاني اللي هو في الاساس الدرس الاخلاقي التاني اللي بتكون عبارة عن صوص من غير عيش، عشان كده بيكلمهم عن العيش وبيقول لهم ان القدماء من الفقراء اليونانيين والاشخاص العاديين كان فطارهم بيبقى عبارة عن العيش ده، وعشان هم مش منهم بيرفض يديلهم عيش مع الاكل. عشان كده بيكونوا مستغربين منه، وبتكون واحدة منهم أكبر ناقدة للشيفات. عشان كده لما بيسمعها الشيف وهي بتنتقد المستحلب اللي هو عامله بيخلي إلسا تقدم لها طبق كبير منه. وغير ده لما بيطلب 3 شباب من إلسا إن هي تجيب لهم عيش بترفض. ولما بيهددها واحد منهم بسلطته إن هو يقدر يقفل لهم المكان بتقوله إلسا في ودنه قبل ما تمشي إنه هياكل أقل من اللي هو عايزه بس هيكون أكتر من اللي هو يستحقه في الوقت اللي تيلر بيكون مستمتع بالأكل. أما مارجو بترفض تاكل لأنها شايفة الشيف إن هو كده بيهينهم، بس تيلر مش بيهتم بكلامها. ولما بياخد طبقها بيقع الكاس وبيتكسر، عشان كده بيلاحظهم الشيف وبيروح لهم. ولما بيعرف ان مارجو ما كلتش من طبقها بيطلب منها ان هي تاكل لانه شايفها ان هي كده هتبوظ قائمة الاكل بتاعته، بس بترفض ان هي تاكل وبتقوله انها مش جعانة وبيبان على وشه ان هو متضايق جدا منها. ولما بيمشي بيتكي على واحدة عجوزة، ولما بيشوفوه المعازيم بيكونوا مستغربين منه. عشان كده لما بيجي وقت الوجبة التالتة اللي بتكون عبارة عن التاكو، عشان كده بيقول لهم ان هو مسمي وجبة التاكو بالذكريات وبيسترجع معاهم جزء من ذكرياته وهو صغير. وبيقول لهم ان الوجبة دي كانت بتتقدم له كل يوم تلات، وبيعرفهم بالست العجوزة وبيقول لهم ان دي مامته، وبيحكي لهم عن ابوه اللي رجع في يوم وهو سكران ولما صرخت فيه مامته بس هو مسك فيها وخنقها. عشان كده لما ترجاه هو يسيبها ورفض وبالمقص في رجله وبيمثل ده في وجبته. والمعازيم بيفتكروا ان قصته دي جزء من الشو وانها مش حقيقية، بس لما بيقدم لهم الوجبة وبيلاقي كل واحد فيهم على عيش التورتيلا راسم لهم جزء شخصي من حياتهم، زي الناقدة ليليان اللي بتلاقي فيها صورة للمطاعم اللي انتقدتهم، وواحدة تانية اللي بتلاقي فيها صورة جوزها بعد ما شال الورم اللي كان في قرطه، وصورة تانية ليه وهو قاعد مع واحدة هي متعرفهاش. وتيلر بيلاقي صورة ليه وهو بيصور الأكل بس مش بيكون في أي حاجة بتخص مارجو لأنهم ما كانوش يعرفوا إن هي اللي هتيجي مكان اللي انفصلت عنه. والتلات شباب بيلاقوا في التورتيلا بتاعتهم السجلات الضريبية اللي بتوضح ان شركتهم كانت بتعمل رسوم مزيفة، عشان كده بيكونوا خايفين وبيرجعوا يهددوها ان هم هيقفلوا مكانها، بس هي بتقول لهم بطريقة غريبة ان هو مش هيكون فيه لزوم لده. في الوقت اللي بتتضايق مارجو من تيلر لانه مش مهتم باللي بيحصل حواليه. ولما بتروح الحمام وكانت هتدخل المكان الغلط بس بتروح وراها إلسا بسرعة وبتوريها طريق الحمام. ولما بتدخله وكانت لسه هتدخن بيدخل لها الشيف وبيسألها هي ليه مش بتاكل الأطباق اللي هو بيقدمها لأن ده بيضايقه. وغير ده بيقول لها بطريقة غريبة انها المفروض ما كانتش هي اللي تيجي، ومارجو مش بترد عليه وبعدها بتمشي. وقبل ما بيقدم لهم الطبق الرابع اللي بيكون عامله مساعده جيرمي اللي بيعرفهم بيه وبيقول لهم ان هو سمى طبقه بالفوضى لان هو حاول ان هو ياخد مكانه ويبقى شيف عظيم زيه، عشان كده بيخليه ينتحر لانه غلط في حقه. ولما الزباين بتخاف بيكذب عليهم وبيقول لهم ان ده جزء من العرض، عشان كده جزء من الزباين بيصدقوه وجزء تاني لا. اللي بيكون واحد منهم اسمه لبراند اللي بيقرر ان هو يمشي هو ومراته، بس هما بيمنعوه وبيقطعوا له صباعه. ومن هنا بيتأكدوا ان كل اللي حصل ده كان حقيقي وان في حاجة غريبة في الشيف والطباخين. في الوقت اللي بيكون تيلر في عالم تاني وبياكل ومش همه اي حاجة من اللي بتحصل، عشان كده بتكون مستغربة منه مارجو وكأنه عارف ان كل ده هيحصل. بتجيلها إلسا وبتقولها ان الشيف عايزها، ولما بتروح له بيعترف لها
وبيقول لها ان قائمة الاكل دي اتعملت علشان كل اللي فيها يموتوا، عشان كده بيقول لها ان هي ما كانتش من ضمن القائمة دي، وعشان ما تبوظش كل ده بيخيرها تموت مع الطباخين اللي بيطهروا نفسهم ولا مع الزباين الفاسدين، وبيديلها مهلة تفكر وبتكون منهارة ومش عارفة تعمل ايه في الوقت اللي بيحاول الممثل يخطط مع الشباب ان هما يهربوا. ولما بيحاول واحد منهم ان هو يكسر الازاز بيفشل، وبيفهموا ان ده مستحيل لانهم اكتر منهم، عشان كده بيحاولوا يعرفوا منه هو بيعمل كده ليه، بس هو بيقول لهم المفروض ان هم يكونوا عارفين، وبيديلهم مثال ان الناقده ليان اللي اتسببت في قطع عيش ناس كتير واللي قاعد معاها ده عشان بيدعمها في اللي هي بتعمله، وزباينه لبراند ومراته عشان مش فاكرين اي طبق من اطباقه اللي كان بيقدمه لهم خلال ال11 مرة اللي كانوا بيجوا فيهم مطعمه، وده بيظهر له عدم تقديرهم لتعبه. وبعدها بيوريهم وهو بيعاقب صاحب الجزيرة والمطعم لأن ما كانش عاجبه قائمة أكله وكان هيغيرها، عشان كده بيعاقبه وبيغرقه. ولما بيمشي بتروح إلسا لمارجو وبتقولها إن وقتها انتهى، وبتروح للشيف اللي مستنيها في مكتبه علشان تقوله هي قررت إيه، بس هو بيفضفض معاها وبيقول لها إن هو ما بقاش عنده رغبة خلاص في إن هو يطبخ للناس من فترة طويلة، ولما بيختار لها هو إن هي تموت معاهم بما إن هو ما يعرفش حاجة عنها، عشان كده بيرجعها تاني وبيطلب من زباينه إنهم يخرجوا بره المطعم، وبيقدم لهم الطباخة كاثرين صاحبة الطبق الخامس اللي بتقول لهم إن هي مسمياه طبق نزوة الذكورة، عشان كده بتقول لهم وبتحكي لهم إن الشيف من 3 سنين حاول يعمل معاها علاقة بس هي رفضت وقعد شهور ما بيكلمهاش، عشان كده بتعاقبه وبتطعنه بالمقص في رجله، بس الشيف بيكون فرحان لأنه شايف إن هي كده طهرته من ذنب هو عمله. وبعدها بيدي للرجالة 45 ثانية عشان يهربوا فيها، في الوقت اللي بتاخد كاثرين الستات وبتقدم لهم طبقها بيكونوا مسكوهم ورجعوهم تاني للمطعم، وبعدها بيخلي الشيف تيلر يعترف ان هو كان عارف ان هم هيموتوا، ورغم ده جاب مارجو معاه لانه ما كانش ينفع يجي لوحده، بس ده بيخليها تنهار وتضربه، وغير ده لانه خالف تنبيهات الشيف وكان بيصور اكله، عشان كده بيعاقبه وبيخليه يطبخ. ولما بيفشل بيقوله حاجة في ودنه بتخليه يشنق نفسه، وبتشوفه مارجو بعد ما طلب منها الشيف ان هي تروح تجيب البرميل بدل إلسا اللي بتحس بالغيرة وبتروح وراها، في الوقت اللي بتدخل مارجو بيت الشيف اللي بتلاقيه نسخة من المطعم، معناه ان هو دخلهم جوه حياته، عشان كده بيحاول يعاقب كل واحد أذاه، وبتوصل إلسا اللي حست بالغير عشان كده بتحاول تقتل مارجو اللي بتحاول توقفها، ولما مش بتقدر بتموتها، وبعدها بتاخد منها مفتاح الأوضة اللي بابها فضي، ولما بتدخلها بتلاقي صور للشيف وهو صغير لما كان بيطبخ بنفسه برجر وهو فرحان، وغير ده بتلاقي جهاز بتقدر تتصل منه بالطوارئ، عشان كده لما بترجع بالبرميل بتقعد وبتوصل الطوارئ وبيمثلوا عليهم وبينظفوا المكان، بس بيكتشفوا ان الشخص ده تبعهم، عشان كده بيفقدوا الامل في النجاة. بس مارجو لما بتفكر في الكلام اللي هو كان بيقوله ضد الزباين وعدم تقديرهم ليه، ولما بتجمع الكلام ده كله بالصورة اللي شافتها بتسقف عشان ينتبه لها، وبتتعامل معاه كزبونة حقيقية، بتقوله ان الاكل اللي قدمه لها ما عجبهاش وانه ما شبعهاش، عشان كده بيتغير وبيكلمها كشيف حقيقي وبيحاول يعرف منها ايه اللي ما عجبهاش فيه، وده بيخلي مارجو تقوله ان هو ما عملوش بحب، وبيحاول يعوضها وبيطلب منها ايه اللي هي عايزه تاكله، وعشان هي عارفه ايه اللي كان بيحب يطبخه من الصوره اللي شافتها بتطلب منه ان هو يعمل لها برجر امريكي مع بطاطس، وده بيفرحه وبيروح يعمله لها بنفسه وهو فرحان، وبعدها بيقدمه لها ولما بتاكله بتمثل عليه ان هو عجبها وبتمدح في طعمه، علشان كده بتطلب منه ان هي تاخد الباقي معاها، وده بيفرحه لان هي قدرته، عشان كده بتدفع له الفلوس وبتاخد باقي البرجر، وبيسمح لها ان هي تمشي، وكده هي اديتهم درس ان هما يقدروا يعدوا منه ازاي، وبتمشي وبتركب المركبة وبتتحرك بيها، بس برضو الزباين ما قدروش يعملوا حاجة، عشان كده بيقدم لهم طبق التحلية الأخير اللي بيكونوا جزء منه، وده الشكل النهائي للطبق، وبعدها بيحرق المكان بيهم وهو فيه، والطباخين هما كمان بيحرقوا نفسهم، وبتشوف مارجو المكان وهو بيتفجر. وبكده يكون انتهى الفيلم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.